أهلا بيكم وشخصية مؤثرة مع مروة. بطلة حلقتنا هي ملكة الجريمة، روايتها حققت مبيعات تاريخية. هي أجاثا كريستي، كاتبة روايات الجريمة والغموض، عاشت لأكثر من 100 عام. روايتها دائما كانت بتبدأ جريمة في جو كلاسيكي، وبيحاول المحققين كشف ملابساتها وبتظهر أسرار حتى نصل للحل في نهاية الرواية. عاشت أجاثا كريستي حياة مميزة بين الكتابة والسفر واكتشاف العالم. تركت إرث أدبي ما زال بيحول إلى أفلام سينمائية ومسلسلات درامية مشوقة، موجودة في موسوعة جينز باعتبارها الكاتبة صاحبة أكثر الأعمال مترجمة، وده بعد أن تم ترجمة رواياتها 7238 مرة بأكثر من 100 لغة حول العالم. اتولدت في مدينة توركواي في انجلترا لأم بريطانية ووالد أمريكي. كانت بتحب تسمع والدتها وهي بتحكي لها القصص، وكانت بتحب قراءة قصص الأطفال. اتعلمت ودرست في المنزل، ودي كانت مرحلة شديدة الصعوبة عليها، لأن ملكة الجريمة واجهت صعوبة في التعلم في طفولتها. كانت البداية عند إصابتها بالإنفلونزا. ظلت في الفراش أيام. اقترحت والدتها إنها تكتب قصة قصيرة وبعض القصائد، ونشرت في الجريدة المحلية في لندن. ومع انتقال أسرتها إلى فرنسا بدأت في تعلم الموسيقى وعزف البيانو. وبعد وفاة والدها عادت مع والدتها إلى لندن، وحاولت تتواصل مع صحف وناشرين، إلا إنها قوبلت بالرفض. اتجوزت عام 1914 من الطيار إرش كريستي، ومع بداية الحرب العالمية الأولى انضم زوجها لسلاح الطيران الملكي، وهي انضمت كممرضة متطوعة، وبعدها عملت مساعد صيدلي، وتعلمت كتير عن السموم واستخدمت ده في قصصها. وطلقت من جوزها الأول وتزوجت من عالم آثار. سافرت معاه حول العالم للتنقيب عن الآثار، وكتبت ده في رواياتها. كانت أول رواية لها قضية ستايلز الغامضة، وظلت تبحث لها عن ناشر لمدة 4 سنوات. وكانت الرواية بداية ظهور المحقق البلجيكي هيركيول، وهي شخصية ابتكرتها أجاثا كريستي. ظهر في 33 رواية ومسرحيتين وحوالي 50 قصة قصيرة. باعت روايات أجاثا كريستي أكثر من 2 نسخة، وتعتبر مسرحية مصيدة الفئران هي الأطول في التاريخ، فما زالت تعرض على المسرح من عام 1952 إلى الآن. ومن أشهر رواياتها جريمة في قطار الشرق السريع، وخطر في البيت الأخير، وجريمة في بلاد الرافدين، وانتقام العدالة. وبتعد رواياتها ثم لم يبقى أحد هي الأكثر مبيعاً على الإطلاق، بعد أن تم بيع 100 مليون نسخة من الرواية. توفيت في منزلها في لندن عام 1976. من أقوالها: كل قاتل كان غالباً في يوم ما صديقاً قديماً لأحد. كنت معكم أنا مروة صالح، وشخصية مؤثرة، وإلى لقاء جديد وحلقة جديدة مع شخصية جديدة.